هي عين والثانيه كمان عين. بحترمها كيف فوق ما تتصور. كيف رجل بيحترم زوجته وبحب زوجته بيخونها مع امرأة ثانية ومصر على كلمة خيانة؟ أنا كيف بدها تسامحني. كيف بتسامحي؟ بدها تسامحني. خيانة أو مش خيانة برأيك؟ خيانة. ليش الرجل إذا بتقول بتحترمها ليش بده يكسرها ويكسر نصيتها لزوجته؟ ليش؟ سبحان الله. أنا تزوجتها لسلام بعد كم سنة؟ ايش شو يعني كم سنة؟ يعني خلص؟ لا يعني المرأة خلص. يعني المرأة بعد عمر معين مش خلص دغري يعني. لا دغري لا. خلص، مثل ما كنت عم بتقول قبل شوي، المرأة بعد عمر معين خلص. أنا رأيي قلت لك بعد سن ال50 بعدنا عند كلامي هو ذاته، كل يوم تمرق فيه صار رجع لها. كيف يعني بعد ال50 بتنتهي؟ بتنتهي رأيي. ايه رأيك؟ طيب شو اللي بلشت تفقده بزواجك خليك تتزوج امرأة ثانية؟ بصراحة حسين. شوي ما كنت مرتاح بالبيت. ليش؟ لأنه مهتم بالأولاد ولأنه في مسؤوليات الأولاد، صح؟ يعني الأكثرية الأكثر الشيء. طيب ليش الرجل ما بده يساعد زوجته؟ بصير في عفوا بصير في كثير يعني ماش في اهتمام كثير في اهتمام للولد، في اهتمام من مدرسة الولد، في اهتمام. أنا بدي اهتمام إلي. بس عندي هيك شوي أنا بس ليش ما بتساعدها يعني أنت بالأطفال وبالأولاد؟ من أولادك آخر النهار كمان. أستاذ مالك شو بدي ساعد فيها؟ بتروح تتجوز عليها، بتعمل نزواتك برا وهي تاركة المرأة بس تربي الأولاد، يعني ما المرأة عندها رغباتها، عندها حاجاتها، عندك صحيح مثل ما أنت زهقت أكيد تكون هي زهقت كمان. صحيح. طيب هي ما خانتك مع رجل ثاني؟ صحيح نفس الشيء. لكن ليش بتبيح لنفسك اللي ما بتقبله على زوجتك؟ يمكن قلة وفاء مني. صح. خلينا نكون واقعيين. يعني خيانة رجعت على كلامي، قلة وفاء يعني خيانة. طيب سؤال، شو اللي لقيته عند المرأة الأجنبية ما لقيته عند المرأة اللبنانية؟ المرأة اللبنانية ما لقيت عندها الدفى اللي أنا بدي إياه. أي دفى؟ يعني الحب اللي أنا بدي إياه. شو بدك روميو وجولييت يعني مش روميو وجولييت، خلص أنا لقيته مع البنت الحبشية، يعني زوجتي باحترامي إلها. مع إنه أنا بحترمها وبحبها وهي بتعرف. كيف بتحبها وبحبها؟ أنا هيدي ما فهمت. سبحان الله. أنا ليك حسين هيدي المعادلة. يا بشر اسمعوا صح؟ حطها هاشتاج يا بشر اسمعوا. كيف يعني رجال بحب وبيحترم مرته بحب وبيتجوز عليها؟ بس جاوبوني هيدا المعادلة، أنا هيدي ما بفهمها. سبحان الله. يعني هيدا سر من أسرار هالبرنامج اللي قد ما أحاور ناس واسمع قصص الناس ما قدرت حل هالمعادلة. كيف رجال بحب وبيحترم مرته وبيتجوز عليها؟ سبحان الله حبيتها. طيب سؤال، لما أخذت قرار الزواج ليش ما طلقتها؟ لعايدة وأعطيتها حريتها وكل واحد يكفي الطريق. أول شيء بحترمها وبحبها. هيدا مرفوض. هيدا أنا ما بفهمه، أنا ما عم بقدر أفهمها. بتحبها وبتحترمها بس أنت ما عم تخليني كفي. ما فيني أفهمها، ما تقولها. فيك تفهميها عايدة؟ فيك تفهميها؟ إذا بحبك وبيحترمك تفهم إنه يتجوز عليكي؟ ما بتفهم. ما في حدا بيفهمها. ما حدا بيفهمها. طيب وام الاولاد؟ ام الاولاد شو يعني؟ ام اولاد بتضلها ام الاولاد بس ما بتقول زوجتك، يعني بصير في طلاق وخلص تعطيها حريتها وخلص. لا انا كمان خليك معي يا استاذ مالك، انا بحكيك صراحه. هلا هي موجوده، مش انا خيرتها، قلت لها شو بدك انا جاهز. بتحبي تضلك مع الاولاد انا موجود قدام حدك وقدامي. واذا بطلقك بياخذ الاولاد؟ لا موجوده، خليها هي تقول لك. انسي الشرع، انا خيرتك انك اذا انا بطلقك باخذ الاولاد. لا بس كمجتمع ضميري شرع اوكي. يمكن هي ما بتقدر تربيهم، ما عم تشتغل ما كذا، اوكي بدهم يرجعوا لي الي اوكي اوتوماتيكيا. بس اما انا ضغطت عليها بهذا الموضوع، قلت لها انه اذا بطلقك باخذ الاولاد، لا ما عندي هالحركات يا استاذ مالك. انا شو لقيت عن سلام؟ حبيتها لسلام حب مش طبيعي. حاولت اتهربت منها كثير ما قدرت. اول مره وثاني مره وثالث مره، وحتى هي تهربت مني ما قدرت. سبحان الله قلبي هدف لها، ما قدرت بعدت عنها. مثل لما حبيت عايده وبعدني بحبها لعايده كمان نفس الشيء. عملت المستحيل. اسمعوا يا بشر، فهموا يا بشر، انا ما بفهمها، بعدني بحبها وتجوزت عليها. سبحان الله. معقول القلب يساق قلبين؟ ابدا كيف؟ الا قلب واحد بس. انا بقسم القلب لاثنين. بس السلام بدها القلب كامل. صفى طمع. لا طمع صار زياده. ما في اعطيها القلب كامل لإلها وما اعطيها النص. كم عمرك سلام؟ 30. يعني بعد كم سنه بالنسبه لحسين بتصيري امراه غير صالحه؟ 20. اكسباير يعني؟ عم بتعديهم؟ عم بتعدوا؟ شو لك؟ رايي
قالت لك قبل شوي انه هي ما بتعتها هم بقى يتجوز لانه تجوز وعملها، يعني اكلت الضرب. انت اليوم كيف بتعيشي هذا الاستحقاق مع رجل بيشوف المرأة انه بعد فترة اللي ما بيعملها؟ ليه ما بيعملها؟ لانه صار وقت يصير عمري 50 سنه انا ايه؟ بكون هو صار كمان كبير. ايه بس هي عم بتقول لك كانت تفكر مثلك انه ما بيعملها، عملها. بس ما بعرف انا حاليا هيك بفكر، يعني لما يصير عمري 50 سنه قد ايه بيكون عمره هو؟ بغض يمكن بعد 10 سنين يعملها، يمكن بعد 5 سنين يقول لك خلص ما بتقبلها. شو بتعملي؟ يعني مش كل ما انا ما بكون مثل عايده منيحه كثير. ما بتكوني مثل عايده. ايه اذا بده يتجوز يعني ساعتها بيطلقني الي. يعني مش يعني ما فيني اكون مثلها منيحه بصراحه. بيطلقني الي يتجوز غيري، ما عندي مشكله. واذا ما طلقك؟ ما في ما يطلقني. ليش؟ ما في إذا ما طلقك بتقبله وحرمك من ابنك شو بتعملي؟ بطلب الطلاق. بتطلقها ساعتها؟ لا سلام، لا سلام ولا لا عايده. ما بيطلق. ما بطلق شو انا. هيك يربي ابنه في الفرح بتفوت على استاذ مالك يمكن تقول عم جامل الزلمه. ما بيطلق. عيناتهم ما بتمش فيهم. بحقني عايده اليوم عم تحكي يا ده صار ناطريتك إيه. انا وياها. إيه. كيف بدنا نواجهه؟ حلقتك استاذ مالك بعطيك بس شغله صغيره. عم تقول فخ هي قالت بعطيك شغله صغيره. انا وصلت للموت بكورونا. ام الاولاد ضلت حدي كوره، انت ضلت حدي مريضه ما ظهرت من الغرفه ولا ثانيه. ليش بقيت معك عايده بكورونا؟ ام الاولاد ضلت معي. هني ممنوع تضل، بس انا غصبت المستشفى. ما بده يضل وحده. ليش بتبقى حدك عايده؟ بدي اياك انت تسامحني اذا صار لي شيء. انت بتعرف انه عملت غلطه. ايه ضلت معي 12 13 يوم بالاوضه بالعنايه، بالموجه الثانيه بالقانون الثاني بالعنايه. ليش فتي معه؟ ليش خطرتي بحياتك بهذا الرجل اللي قشطك كل شيء؟ ليش قبلتي تفوتي معه؟ قلت اول شغله بين الاولاد انه كان بوقت صعب والدنيا مطوحه. ليش ما طلب من مرته الثانيه تبقى معه برايك؟ ما بعرف هي بخاف عليها اكثر او بحبك لا. اكثر؟ ليش طلبت منها تحديدا لعايده تفوت؟ على ابني ظلمتها انا بيوم من الايام. ظلمتها بيوم من الايام، بدي اياها تسامحني. قلت اذا صار لي شيء خليها تسامحني. بس بهالكلام سلام منا كثير مبسوطه. واقع انا بحكي حقيقه، وهي بتعرف هذا الشيء. هي بتعرف هذا الشيء. عم بتدمع سلام. عم تدمع علي استاذ مالك قد ما صار فيي، لانه كنت كثير خايفانه وقتها هو مرض. عدو اذا انا صار لي شيء استاذ مالك ما إلها حدا هي الا انا. وقتها كثير خايفانه كنت، يعني ابني بعده مش مسجل. شو مسجل وما إلها حدا. ايه كثير كنت خايفانه ومريضه انا، وخايفانه انا كمان يصير لي شيء يتيتم ابني. عدو في يوم حسين عم بدمع. ايه في يوم على قد قالت لي الحكيمه انه ما بنعرف اذا رح تقدر تكمل او لا. فيعني خفت كثير عليها وعلى الولد. عاد بتعرف انت استاذ مالك مجتمعنا وحوش. واحد